بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين نانسي سعيد وكارت أحمر. أولا، جماهير الزمالك المحترمة، وبكرر المحترمة، يمتنعون. واللي عايز يتفرج على الفيديو يتفضل، هو مشرفني، ولكن يا ريت ما يزعلش. وبكرر كلامي للجماهير المحترمة من جماهير الزمالك، بس في كلام لازم رد عليه عشان انا ما اقدرش الكلام يمر عليا مرور الكرام كده، خصوصا ان في صفحات للنوادي الشعبيه والزمالك ما زالت بتتكلم فيما لا يعنيها. يعني كل الانديه الشعبيه اللي منهم مهدد بالهبوط، زي الاسماعيلي اللي بقاله اكتر من 3 مواسم دلوقتي بيهرب من الهبوط باعجوبه، وجماهير المصري اللي خسرت كاس الرابطه بهزيمه تقيله بالاربعه من سيراميكا كيلوباترا، وطبعا صفحات بيراميدز المسبوقة الدفع اللي طالعه تزيط هي كمان. ودول مش هنتكلم عليهم كتير، كفايه عليهم كده لان زيطتهم على قد حجمهم. نيجي بقى لنصيب الاسد والاكبر تاني نادي في مصر وافريقيا، الزمالك وجماهيره وبعض الرموز اللي بتنتمي لنادي الزمالك العريق، زي كابتن خالد الغندور اللي سايب بلاوي الزمالك وخروج الزمالك من البطوله العربيه بفضيحه، وطالع يعلق على ماتش الاهلي والمصري ويقول لك الاهلي كان خارج من كاس مصر لولا تدخل الحكم. سايب خروج الزمالك بفضيحه. ايوه، خروج الزمالك كان فضيحه، لما يخرج من الدور الاول او من دور المجموعات تبقى فضيحه. ويقول لك البطوله الوحيده اللي حصل عليها الاهلي كانت من 27 سنه، وشايفين ان التعادل مع النصر انجاز، وتيشيرت كريستيانو بطوله تضاف لبطوله كاس الكرامه. رغم ان بيراميدز، فاكرين بيراميدز؟ هفكركم بيه. بيراميدز اللي خد منكم المركز الثاني في الدوري وخرجكم من الكاس، وعلى وشك انه يخرجكم للمره الثانيه على التوالي من كاس مصر. بيراميدز ده بقى افضل من النصر 100 مره، بالحسابات مش بالكلام، لانه هيلعب مكانكم في دوري ابطال افريقيا. يا سيدي، ركز مع فرقتك وخليك في خطتك التقيله. الزمالك خرج من البطوله من دور المجموعات زي ما حصل في دوري الابطال بالظبط. الزمالك ما استفادش من البطوله غير بالعمره وتيشيرت كريستيانو ومصليتين وسبحه. الزمالك خرج من البطوله العربيه من دور المجموعات، خرج من ابطال افريقيا من دور المجموعات. الزمالك فنش الدوري ثالث الدوري. الزمالك فنش الموسم زيرو بطولات. الزمالك عليه مديونيات وغرامات بالملايين. الزمالك مش عارف يسجل لاعبين. الزمالك سايب المركز المفضل ليه اللي هو التاني البيراميدز عن طيب خاطر. فيا ريت تخليك في نفسك يا هبدور، ومفيش اي مشكله. بيراميدز خد من الزمالك مصطفى فتحي وعادي خالص، مركزين مع كهربا لحد دلوقتي. لا، وكمان انسحبوا من بطوله كاس السوبر المصري خوفا من كهربا، وخوفا لكهربا يسجل فيهم هدف، وخوفا من هزيمه تقيله، ولعب مكانكم بيراميدز. غير ان بيراميدز واخد 2 لعيبه من اولاد النادي، وكمان اولاد 2 من اساطير النادي، فاروق جعفر واسامه نبيه، وعادي خالص. بس نازلين ولوله على امام عاشور. الزمالك حرفيا بيضيع وسايبين كل ده ومركزين مع الاهلي، وفجاه وبدون اي مقدمات تحول سيد عبد الحفيظ اللي كان حرفيا معلمهم الادب واللي كان قاصف جبهتهم، تحول عندهم لبطل شعبي، واصبح ايقونه لظلم الاهلي لابنائه، وشغالين كالعاده على زرع الفتنه والفرقه بين جماهير الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. مش عارفين ان معظم جماهير الاهلي بتحترم قرارات مجلس الاداره مهما كانت، زي ما حصل مع امام عاشور اللي لسه بتنوحوا عليه لحد دلوقتي. اما بقى عن اسباب رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، اولا الاسباب هي عدم السيطره على اللاعبين، وكلنا شفنا واقعة حسين الشحات مع الشيبي، وقبل كده خطأ حسين الشحات في ماتش الوداد في المغرب لما شد الحكم بطريقة غريبة من التيشيرت بتاعه، وكان ممكن جدا الخطأ ده يكلف الأهلي خسارة البطولة لو قام الحكم بطرده. وقبل كده تصرف محمد عبد المنعم وقفشة والشناوي. المهم انه كان واضح جدا عدم سيطرة سيد عبد الحفيظ على اللاعبين، ده غير اعتراضه المستمر على قرارات الحكام، وكل دي تصرفات ما ينفعش نشوفها في النادي الأهلي. تاني الأسباب وهو كان طلب كولر. أيوة، كولر طلب من إدارة الأهلي مدير كورة تاني غير الكابتن سيد بسبب تدخله في الأمور الفنية للفريق. عموما، هي مهما كانت الأسباب، إحنا مع قرارات مجلس الإدارة مش هنمشي أبدا ورا دعوات أصحاب النفوس المريضة أمثال خالد الغندور وغيره،
وجماهير الاهلي جماهير عظيمه، وهي حائط الصد الاول عن النادي الاهلي ومجلس الاداره مهما كانت القرارات. وبعدين ما ينفعش ان بعض اليوتيوبرات الاهلاويه اللي واخدين موضوع سيد عبد الحفيظ بشكل عاطفي ومعترضين على قرارات النادي يبداوا يرتلوا بكلام غير مسؤول، ويبداوا يتعاملوا بنديه مع القرار، ويقولوا زي ما النادي صرح ان اقاله سيد عبد الحفيظ بسبب دفع الشباب في الاداره، وان سيد مش ماشي على عكازين، وان كابتن خالد بيبو اكبر من كابتن سيد عبد الحفيظ بسنه، وزي ما النادي عايز يدفع بشباب في الإدارة فلازم بقى يتقدم شاب لرئاسة النادي الأهلي بدل كابتن محمود الخطيب اللي تجاوز ال 68 سنة، وشاب يتولى رئاسة شركة الكورة بدل عادل القيعي اللي تجاوز ال 79 سنة. ده كلام فاضي، وفي وجهة نظري ده تعدي وقلة أدب وتجاوز على الرموز اللي بنحترمها وبنحترم قراراتها. وعلى الجانب الآخر ما ينفعش يبدأ التطبيل لكابتن خالد بيبو، هو والله لسه ما عملش حاجة عشان نبدأ النفاق ويتقال إن كابتن خالد بيبو نجح في اللي فشل فيه كابتن سيد عبد الحفيظ، إنه يقنع أحمد عبد القادر إنه يمسح البوست اللي عمل مشاكل وجدل اليومين اللي فاتوا. أولا في الجزئية دي تحديدا إحنا ما تطرقناش لموضوع عبد القادر ده لأنه أتفه من إنه يذكر، لأن عبد القادر من زمان وهو مشغول بآراء الناس والردود عليهم في السوشيال ميديا، وده مأثر عليه سلبا جوه الملعب. ومن باب تهدئتك يا عبد القادر من الغرور اللي ركبك انت على مدار موسم كامل ما ظهرتش بشكل كويس مع الاهلي، بدأت الموسم اساسي ونهيت الموسم احتياطي، وفي بعض الاحيان ما كنتش بتلعب خالص. ثانيا موضوع عبد القادر هو مثال حي ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما كانش قادر يسيطر على اللعيبه لا في الملعب ولا في السوشيال ميديا. وفي نهايه الفيديو ده معمول عشان نحط الامور في نصابها الصحيح، وكل حد يعرف حدوده ويلتزم الادب مع الكبير. النادي الاهلي هو الكبير، وهنرجع نقول ببطولاته واحصائياته، واللي شايف نفسه زيه يورينا في الملعب مش باللقلق والهري، لان اللقلق والهري لا هيودي ولا هيجي. هيفضل الاهلي هو الاهلي، وهيفضل كل من يتجاوز عليه في مكانته لانه مشغول بيه ومش مشغول انه يكون افضل. لحد هنا انتهى الفيديو، واتمنى يكون الجميع بخير. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.